نيافة الأنبا رفائيل بنرحب بحضرتك، وحضرتك يعني كمساعد أيضا لنيافة الأنبا موسى وأيضا أسقف عام لكنائس وسط البلد. كل هؤلاء الشباب النهاردة محتاجين من حضرتك صوت زي ما بقول شاب، صوت يوصل لقلوبهم. متوقع هيسألوك في إيه يا فندم؟ هم جايز يسألوا، أنا مش عارف طبعا، لكن ممكن أتوقع إن هم هيسألوا فعلا عن الأحوال اللي احنا عايشين فيها في مصر، والنواحي مثلا هم بره في ديمقراطية وفيه الرأي والرأي الآخر، وفي تعدد الأحزاب، وفي الانتخابات والفوتنج والإليكشن والحاجات دي كلها. أعتقد هم جايز يسألوا في الحاجات دي إيه ماشية إزاي في مصر. الحاجة التانية هي العلاقة بين المسيحيين والمسلمين في مصر. جايز بعضهم يكون اتولدوا في المهجر، أو بعضهم هاجر وهو صغير أو هو كبير، فأحيانا بيبقى ناس منهم أول مرة يجوا مصر مش عارفين الحضارة بتاعتها والتاريخ بتاعها والآثار وكل ما هو مجيد في تاريخ مصر. فأعتقد إن هم يسألوا، ولو ما سألوش احنا لازم نقول لهم يعني. من ضمن الحاجات اللي دايما الشباب بيبقى حريص عليها هو تتبع أخبار مصر، لكن هناك زي ما بنقول نوع من المزايدة. ساعات كتير قوي الخبر يعني بيعظم أو بيتكبر، والشائعات بتكبره أكتر وأكتر. إزاي الشاب القبطي المصري يعرف إن المعلومة دي صحيحة؟ من أين يعني له المعلومة الصحيحة؟ يتأكد منها إزاي؟ هو طبعا المفروض ان ده دور الاعلام، واحنا يعني دايما بنطالب ان الاعلام يكون صادق في نقل المعلومات ودقيق. الاعلام بما فيه الصحافة بالذات، لان كتير من الصحفيين يجروا وراء اشاعات ومن غير ما يتحقق منها بيكتب فيها. فاحنا محتاجين ان الصحافة تكون نزيهة وتكون صادقة وأمينة، وفي نفس الوقت بقية وسائل الإعلام، التلفزيون والراديو والنت والقنوات الفضائية وكل ما فيها، يعني مفروض تكون الواحد بيبقى مطمن هو بيسمع المعلومة. لكن اللي حاصل حاليا هو غير كده. هل مش الأضمن إن هو يكون على صلة ووصال دائم مع الكنيسة المصرية، بحيث إن أي خبر يحب إن هو يتأكد منه يبقى مثلا عن طريق السايت الخاص بيكو، عن طريق الجريدة الخاصة بالكاتدرائية المصرية؟ الكلام ده ينطبق على شباب القبطي، لكن احنا بنتكلم كمان على شباب والمسلم أيضا. شباب المصري عموما في المهجر أو في مصر. هو طبعا بالنسبة للأقباط عندهم سهولة ان هو يتصل بالكنيسة باستمرار. عندنا مجلة ناطقة باسم الكنيسة اسمها بتطلع دوريا في قناتين فضائيتين للكنيسة القبطية، وفي ويب سايتس لكل الكنائس وكل الإبرشيات وللبطرخانة نفسها والقداسة البابا. فاللي عايز يعرف حاجة بيدخل بيعرف. طبعا عادة احنا بنميل ان احنا نحط الاخبار بطريقة مهدئة مش مثيرة يعني. يا ريت بقيت بقى الشباب يدخل ويشوف الحاجات دي كلها متاح للجميع. ان هو المطلوب تبقى مهدئة ولا حقيقية؟ حقيقية، بس في فرق ان انا اقول لك حقيقة بطريقة مزعجة، واقول لك حقيقة بطريقة فيها نوع من التفاؤل والاستبشار والتهدئة، لان مش من مصلحة البلد يبقى فيه اثارة، مش مصلحة خالص، والمشاكل عمرها ما تتحل بالاثارة. ونيافة الأنبا رفائيل الأسقف العام بنتقدم بأزمة آيات الشكر والعرفان للاستضافة الكريمة والوقت اللي سمح به نيافتهم، وأتمنى أن اللقاء يكون مثمر بنتبادل الحوار ونستفيد من وجودنا هنا، لأنها فرصة لازم تستغل، وأكيد كلنا متشوقين لنبدأ الحوار. هنستمع وننصت
شكرا لك. أولا أهلا بحضراتكم، أنا في منتهى السعادة أن ألتقي بيكم عشان تيجوا تزوروا مصر. وأنا أعرف إن كمان البرنامج ده بإشراف سيدة مصر الأولى السيدة سوزان مبارك. وزيارتكم للكنيسة القبطية يعتبر جزء مهم جدا في زيارتكم لمصر، لأن الكنيسة القبطية هي جزء أصيل جدا من مصر، وتاريخ الكنيسة مرتبط ارتباط وثيق جدا بتاريخ مصر، والعكس مظبوط ان تاريخ مصر كمان مرتبط ارتباط وثيق جدا بتاريخ الكنيسة القبطية. أنا أرجو تكونوا في برنامجكم زرتوا أماكن كثيرة فيها آثار مصرية عشان أنتم تبقوا فخورين ببلدكم الأصلية، حتى لو كان حد فيكم ولد في بلد من بلاد المغرب، لكن طبعا الجذور بتاعتكم كلها من مصر، أبائكم وجدودكم، فأنتوا تبقوا فخورين ورافعين راسكم وسط العالم كله، لأن مصر فعلا يعني من نعمة ربنا علينا إنها هي موجودة في المنطقة اللي بدأت فيها الحضارة وبدأ فيها التاريخ. فعارفين التاريخ بدأ في منطقة الشرق الأوسط، ومصر كان لها دور رائد جدا منذ ما قبل البداية، يعني التاريخ بتاعنا 7000 سنة. ومصر كانت دايما تحتضن الديانات، وهي دولة من زمان من أيام الفراعنة دولة دينية إلى حد كبير، يعني الحضارة بتاعتها مرتبطة بالفكر الديني. حتى إذا كنتوا زرتوا الأهرامات أو أي معالم مصرية قديمة هتلاقوا هي الأهرامات والمعابد والتماثيل اللي كانوا بيعبدوها أو بيعملوها علشان إيمانهم بالخلود والحياة الأخرى. بعد كده مصر احتضنت المسيحية واحتضنت أيضا الإسلام. هقول الجزء اللي يخصني اللي هو المسيحية. الكنيسة القبطية منذ بداية المسيحية ولها دور رائد جدا في قيادة الفكر المسيحي في العالم. والكلام ده مش بنقوله عشان احنا مصريين، لكن ده فعلا باعتراف العلماء على مستوى العالم كله، ان في القرون الاولى كانت فعلا مصر هي اللي تقود الفكر المسيحي في العالم كله تقريبا. عشان تبقوا عارفين المعلومة التاريخية، في بداية المسيحية كان في 4 مراكز كبيرة للكنيسة. أول مركز كان في القدس في أورشليم، ده باعتبار السيد المسيح نفسه كان هناك. ثاني مركز على طول كان جنبها في سوريا، كان اسمه أنطاكيا. ثالث مركز كان الإسكندرية، والرابع كان روما. والترتيب ده ترتيب تاريخي. لكن العجيب ان مركز الإسكندرية اللي هي تمثل مصر كلها كان يتميز بنقاوة الفكر واستقامة الرأي ووضوح التفسير في الأمور اللاهوتية والفكر المسيحي. فكان بالتالي هي المرجع للفكر المسيحي في العالم، لدرجة لما كان بيتعمل مؤتمر على مستوى العالم يتناقشوا فيه في بعض القضايا الدينية، المؤتمر ده كان يسموه بلغتهم وقتها مجمع. كان دايما بينظر إلى رئيس كنيسة مصر بابا الإسكندرية هيقول إيه، وكان يعتبر الرأي بتاعه مرجع. لدرجة قيل عن أحد الآباء بتوع مصر هو القديس أثناسيوس بابا الإسكندرية رقم 20، إن ده معيار أثناسيوس هو معيار الفكر المسيحي. فمصر كانت رائدة في هذا الأمر. ولازم تعرفوا كمان ان كنيسة مصر دي نشأت في القرن الأول الميلادي، واللي جاب المسيحية إلى مصر واحد بس مفرد كده دخل على عصايته اسمه مرقس،
وهو أحد الإنجيليين الأربعة. الإنجيليين الأربعة لأن عندنا 4 أناجيل كتبها 4 من تلامذة السيد المسيح، ده أحدهم. وبعد كده في مصر نشأت الرهبنة في القرن الثالث الميلادي وبداية الرابع بيد شاب مصري قروي من بني سويف في قرية اسمها قمن العروس، ما زالت موجودة، اسمه أنطونيوس. بدأت فكرة الرهبنة، وحاليا الرهبنة في العالم كله فاهمين كده ومدينين لهذا القديس المصري ويسموه ذا جريت سانت أنطونيوس. وبرضه في مصر نشأت مش بس فكرة الرهبنة لكن التنظيمات الرهبانية. فمش بس أنبا أنطونيوس، كان في آباء تانيين مصريين، واحد اسمه القديس مكاريوس من المنوفية، والقديس أنبا شنودة من سوهاج في الصعيد، والأنبا بخوميوس برضه في الصعيد. فآباء كتير، وكان في أنبا اسمه أمونيوس في حتة اسمها نتريا ناحية اسكندرية، وآباء كثيرين حطوا أساسات الرهبنة. في فرق كبير جدا بين ان احنا نسمع عن مصر وان احنا نشوف مصر. يعني انا كتير جدا من اولادنا في الخارج ما كانوش زاروا مصر. لما جم بقى راحوا شرم الشيخ والغردقه والاقصر واسوان والقاهره واسكندريه، قالوا احنا ما كناش متخيلين ان دي مصر. ما كانوش متخيلين ان دي مستوى الحضاره ومستوى الود والجمال اللي في مصر. فأهلا بيكم مرة تاني، ونتمنى دايما تزوروا مصر كتير، لأن كل ما تزوروا مصر كل ما تعرفوا مصر كل ما تحبوا مصر. وكل ما تيجوا وتباركونا هنا، تيجوا تزوروا بيتكم هنا، فنفرح بلقائكم. أنا من مواليد 341